السلام الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين؟ نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير وكلشي في افضل حال. كما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو، هو غادي نناقش الجزء الثالث من العمليه ديال التفقيس، اي ابتداء من اليوم العاشر الى اليوم الواحد والعشرين. يعني في هذا الفيديو غادي تعرف كاع الحويجات اللي مهمين اللي خصك ديرهم في هذه المرحله هذه، فيما يتعلق بالكتاكيت ديال السمان او الكتاكيت ديال الدجاج. نبداو باهم حاجه اللي غادي نحتاجوها في هذه المرحله هذه، كما كتشوفوا في لا فيديو، هي مضاد ديال التسمم. وبالنسبه للمضاد ديال التسمم، يعني نورمالمون غير من سميتو راه باين بلي راه بالضروره خصك تكون عندك متوفر باش تحافظ على السلامه ديال القطيع ديالك. غير هو بالنسبه لمضاد السموم كنحتاجو في هذه المرحله هذه، خصوصا فاش كنبغيو نبدلو الماكله. يعني كما شفتوا في الفيديو اللي كان قبل، يعني انا فاش استقبلت الكتاكيت استقبلتهم بعلف ديال الديمارات. يعني علف الديمارات كيجي واحد المرحله خصك تبدلوه بالكرواس. يعني في هذا الوقيته هذه خصك بالضروره دير مضاد ديال السموم، عاد تبدل الماكله على الاقل واحد 3 ايام حتى ل 5 ايام، عاد ممكن انك تبدل على الفخور. غير بالنسبه للسمان، العلف ديال الكرواسون ما كيستغرقش واحد الوقت كبير، يعني فقط 12 يوم يمكن لك تبدل ليه. انا بديت المضاد ديال التسمم في العلاقه مع السمان ابتداء من اليوم العاشر، يعني عطيته لواحد المده ديال 3 ايام، من بعد بدلت ليهم العلف واستمريت في المضاد ديال السموم حتى 5 ايام، ما بين 5 ايام حتى الاسبوع. اما بالنسبه للكتاكيت ديال الدجاج كتبدا معهم مضاد السموم ابتداء من اليوم الخامس عشر حتى اليوم العشرين او الواحد وعشرين، يعني 5 ايام 6 ايام حتى الاسبوع. وبالنسبه لمضاد السموم انا كنستعمل هذا ايبازيل. هذا كنستعملو بشكل دوري، يعني تقريبا كل شهر كناخد مضاد السموم لكاع القطع اللي عندي، ما كيهمش العمر، تقريبا كياخد نفس القياس. يعني 5 مليلتر كتاخدها في 5 لتر ديال الماء. انا كيما شفتوا الوراده فيها 2 لتر وشي حاجه، كناخد فيها تقريبا 2 ونص وشي حاجه قليله. بالنسبه لثاني حاجه واللي هي مهمه بزاف وما كتقلش اهميه على المضاد ديال التسمم، اللي هي الفرشه. وبالنسبه للفرشه هي مهمه للدجاج كامل عموما، ماشي بالضروره غير الكتاكيت اللي هما صغار، لان النظافه ديال الفرشه كيساهم بشكل كبير باش يحافظ على الدجاج على الصحه ديالو. يعني في حالة الا الفرشه توسخات وخليتيها، يعني كتفرز واحد الغازات، ديك الغازات كتسبب الامراض اللي كتكون تنفسيه. والامراض التنفسيه هي امراض صعيبه بالنسبه للدواجن عموما. يعني من باب الوقايه بالضروره ولازم عليك انك تبدل الفرشه على حسب الكميه اللي عندك والمساحه، وعلى حسب حتى الحجم ديال الفرشه شحال هي، واش 5 سنتيم ولا 10 سنتيم. زائد انت راه غادي تلاحظ الا الفرشه راه مازال مزيانه، راه مازال غادي تستعملها. الا شفتيها راه توسخت بزاف راه غادي تبدلها. بالنسبه ليا انا بدلتها تقريبا كل اسبوع كنبدلها. بالنسبه لهادشي اللي كتشوفوا دابا هو اليوم العاشر، يعني كنت بدلت يوم الفرشه المره الثانيه بالنسبه للسمان. كما كتشوفوا ما شاء الله، يعني غير اليوم العاشر والسمان يعني واخد واحد الحجم اللي هو زوين، واخد راحته وكيتحرك مزيان، والحمد لله ما كتبانش فيه شي اعراض اللي هي خايبه. غير واحد الملاحظه صغيره، ربما عادي يبان لكم شي حبات اللي هما مازالين صغار في الحجم، هادو راه ما كانوش ما تفقسوش عندي، هادو ديجا تفقسوا من واحد السابق. كنديرهم هو واحد الفقاصه صغيره داير فيها حبات ديال الدجاج وحبات ديال السمان. فاش فقاس بقالو غير داك السمان ما لقى كيفاش يدير يخلط بيناتهم وداكشي. ديجا انا كنت مفقس تقريبا شي 4 ايام ديال الفرق بيناتهم. ديجا هو ملي خديتهم عندي داكشي باش كتشوفهم ديك الصغارين، خصوصا ديك اللي واخدين في اللون ديال في الابيض. كما قلت لكم هادو اللي كتشوفوا دابا هذا هو اليوم العاشر، يعني كانوا بداو كياخذوا مضاد ديال السموم. ديجا كنت بدلت ليهم الفرشه، نتوما غادي تشوفوا التطور ديالهم الى حدود ديال اليوم 21 مع الفيديو. وهذا هو الاسبوع الثالث بالنسبه للسمان قبل ما نشوفوا الكتاكيت ديال الدجاج. يعني فاش كتوصل هاد المرحله يعني كتكون تجاوزتي ديك المرحله اللي هي صعيبه بزاف في العمليه ديال التفقاس. خصوصا انا فقط في واحد الظرفيه اللي صعيبه، يعني فصل الشتاء. خصوصا انا كنت كيكون حاسس بزاف من الناحيه ديال البروده. يعني بالضروره خصك توفر درجه الحراره اللي تكون مرتفعه على الاقل ما تنزلش ل 32. والحمد لله الامور مشات على احسن ما يرام. يعني في الوار كان عندي مغطي، دابا حاليا بديت نعري عليه شويه بشويه باش كنحاول نقلل ديك درجه الحراره، هو كيتكيف معاه باش يوصل لديك المرحله ديال انه يعيش في الجو عادي. ايوا قبل ما ندوزو للكتاكيت ديال الدجاج غادي نهضر شويه على العلف المركب، على الانواع ديالو ولا الشكل ديالو، ولا كل واحد شنو المرحله كيتحتاج. هذا اللي كتشوفو دابا هو الديماراج، هذا كيتحتاج في الاسابيع الاولى.
ومن بعد كتدخل ليهم الكرواسون اللي كيتحتاج للتسمين. وكاين على الفخور عنده علاقة بالبيض، يعني إنتاج البيض، يعني من الناحية ديال السمان ولا الدجاج باش يبقى يبيض لك باستمرار كتعطيه هاد العلف ديال البيض. ربما الشكل ديالو غادي يكون شوية ما واضحش في الفيديو. أنا خليت ديال التيكي اللي بغيتي تتقضى يعني بتيكية، كل واحد عنده تيكية ديالو خاصة به. ومن بعد إن شاء الله غندير فيديو مخصص يعني يكون مفصل عنده علاقة بالأكل ولا بالتغذية عموما بشكل عام للدجاج، والجودة ديال العلف والمصدر ديالو وداكشي كامل إن شاء الله في فيديو آخر. دابا ندوزو نشوفو الكتاكيت ديال الدجاج اللي ديجا كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة هو عبارة عن خليط ديال السلالات، يعني تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال السلالات. وهو في الحقيقة خليط ديال الأجيال، يعني ماشي جيل واحد، غير هو بحكم مازالين صغار ما غاديش توضح المعالم ديال السلالات دابا، ولكن فاش يكبروا بصح غادي تولي المعالم ديال السلالة واضحة. وهذا اللي كتشوفو دابا هو في العمر ديال 12 يوم، يعني فاش وصل 12 يوم هذا هو العمر هذا هو الحجم ديالو. غير هو يقدر يبان لك الفرق ما بين الكتاكيت، شي كبير شي صغير والحجم مختلف. هذا هو اللي درت عليه على اساس ودي راه هما سلالات مختلفه ماشي سلاله وحده. وتهلك البيض اللي حضنت كما درت لكم في الاول ديال انه ماشي مصدر واحد وانما مصادر متعدده، داكشي علاش هو الحجم ديال الكتاكيت مختلف. اما هذا النهار هذا اللي كتشوفوا هو النهار ديال 12 يوم، يعني لحد الساعه ما كانوا ما واخدين لا لا مضاد سموم ولا اصلا حتى العلف. كنت مازال نحافظ على العلف ديال الديمارات. غير واحد النقطة مهمة كنت ما دويتش عليها في الفيديو في البداية ديال الفيديو، عندها علاقة مثلا بالتغيير ديال الأكل. فاش كتبغي تبدل العلف بالديماراج الكرواسون بالديماراج راه ما كتجيش كتبدل في دقة واحدة، يعني ماشي عاد فيك في الصباح صافي كنتي كتعطيهم الديماراج غادي تحيد غدا الصباح تعطيهم كرواسون، ماشي بهاد الطريقة هادي. يعني فاش بغيت عاد تبدل ليهم العلف يعني خصك تمشي معاهم بالتدريج، يعني على الأقل واحد المدة ديال 3 أيام. يعني كنتي غطيهم واحد الكميه ديال الديماراج غادي تولي تقلل، غادي دير واحد النسبه ديال الكرواسون اللي هي صغيره، والنسبه الكبيره غادي تكون ديال الديماراج. الا غاد ليه غادي تنقص الكميه ديال الديماراج، حاول تخليها النص والنص ديال الكرواسون. من بعد تخلي واحد الكميه صغيره ديال الديماراج، من بعد الكميه الكبيره تكون ديال الكرواسون. حتى اليوم الرابع صافي ديك الساعات كتولي كدير 1000 ديال الكرواسون. يعني ما تحاولش تبدلو لهم في نهار واحد، حاول تمشي معاهم بالتدريج. وهاد العمليه هادي كنطبقت على السمان، يعني فاش تبغي تبدل الديمارج بالكرواسون كتستخدم هاد الطريقه ديال التدريج. وفاش تبغي تدخلهم العلف البياض عوض الكرواسون يعني عاوتاني نفس الطريقه عاود كتمشي معاهم بالتدريج. وهذا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في القادم الايام ان شاء الله. يعني فاش يوصل السمان المرحله ديال الانتاج للبيض غادي نبارطاجي فيديو غادي نهضر فيه غير على السمان بوحدو، يعني غادي نهضر ديك الساعه على الانتاجيه وغادي نهضر على التكلفه وغنهضر بزاف ديال المواضيع اللي عندها علاقه بالسمان. والصراحه انا ما بقاش بزاف، يعني كما قلت لكم يعني السمان فاش كيوصل للانتاجيه ما كيتعداش 45 يوم، فقط 45 يوم كيكون وصل للمرحله ديال انه قادر ينتج وقادر يعطيك بيض. وهنا كنكون وصلنا اليوم الواحد والعشرين بالنسبه للكتاكيت ديال الدجاج. اما البارتي اللي شفتو من قبل هذيك كان اليوم الخامس عشر، يعني النهار اللي بديت كنعطيهم فيه مضاد ديال السموم حتى اليوم الواحد والعشرين تحبست. فاش حبست المضاد ديال السموم بديت كندخل ليهم الكرواسون يعني بشكل تدريجي. واخا الصراحه انا كنت باغي نبدل ليهم العلف حتى اليوم 30 يعني كيدوزو شهر، بحكم ان مبقاتليش كميه كبيره صافي قلت غادي نبدا نعطيهم بالتدريج حيت التالي للعلف ونكمل بالكرواسون. حيت الصراحه حنا مازال في المنطقه هنايا كنعانيو شي شويه من مشكل ديال العلف بخصوص ديال الديماراج. المهم دابا هو كنحاول نسير معاهم بداكشي اللي متوفر باش ان شاء الله يتجاوزوا المرحله ديال الحضانه. صافي من بعد كتسهل المقابله ديالهم شويه بشويه وحتى النتيجه كتبان لك واضحه. في اخر المطاف كتبقى اول تجربه، والتجربه الاولى الى نجحت هي كتكون حافز باش تعطيك تجربه واحده اخرى، وان شاء الله غادي تكون تقيس واحده اخرى بكميه كبر. وان شاء الله حتى المعدات غيكونوا معدات اللي هما شويه يقدروا يساعدوك يعني في العمليه ديال التفقاس ومرحله الحضانه. يعني ديجا غتكون مريت بواحد التجربه يعني استفدتي، يعني باش بغيت تفقس المره الجايه غادي توفر كاع الشروط اللي غادي تخلي لك العمليه ديال التفقاس تمشي بواحد الظروف اللي هي زوينه باش ان شاء الله حتى النتيجه تكون زوينه في الاخر. وهذا ما كان الاخوان باش ما نطولش عليكم، يعني انا كما قلت لكم ديجا غادي نبقى نحط فيديوهات يعني متعلقين باي حاجه
سواء جديدة ولا سواء كانت أو لا سواء تغيرت أو لا سواء يعني معلومات هكايا عندها علاقة بالدواجن بشكل عام، غادي نبارطاجيها في الفيديو. داكشي كنطلب منكم اللي ما مشتركش في القناة يشترك باش باش يوصلك الجديد، باش يوصلكم حتى الاشعارات، لان كما قلت لكم من قبل ما غاديش نقدر نحط فيديو دابا ساعه، كنحط فقط الا كان متوفر عندي شي جديد او لا كانت شي معلومه مهمه غادي نبارطاجيها معكم. يعني في الغالب ما كنحطش يعني باستمرار داك. نبقى ديما نقول لكم غير ساعتكم سعيده، ونتمنى لكم كلشي بخير وعلى خير وبالتوفيق وبابتسام للجميع، والسلام عليكم.